السلام عليكم، معاكم قناة تغطية الأخبار العالمية. انتهت مباراة الهلال والنصر السعودي في نهائي البطولة العربية، حيث تمكن نادي النصر من تحقيق النصر على نظيره الهلال. وفيما يلي انتهى الشوط الأول والثاني من مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بالتعادل السلبي خلال الشوط الأول والتعادل الإيجابي خلال الشوط الثاني، ليدخل الفريقين مرحلة الأشواط الإضافية. استطاع فريق الهلال اقتناص الفوز في بداية الشوط الثاني وتسجيل أولى أهداف المباراة، حيث تمكن اللاعب ميشيل براسية من تسجيل الهدف الأول في شباك فريق النصر. وفي الدقيقة 74 أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل بهدف من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية الغنام، ثم انطلق الشوط الأول الإضافي ليحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز، لتصبح النتيجة 1-2 لصالح فريق النصر. تعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من الإصابة في نهائي البطولة العربية أمام الهلال إثر تدخل معه في الدقيقة 112 من عمر اللقاء، مما تسبب في مغادرة المعلب باكيا.